عندنا سؤال في الحلقة النهاردة. واحد عايز يتجوز على مراته علما بأن عنده 4 بنات، وهو عايز يتجوز عشان نفسه في خلفة ولد، ومراته حامل في الخامس، وقال لها لو بنت اعملي حسابك أنا هتجوز. هل ده يرضي ربنا؟ يعني فيها شرطها واحد دايما خلفته دايما بنات وعايز ربنا يرزقه بولد، فيعني ما اعرفش هو اذا كان هو بس بيعترض على امر الله ولا ايه، ما اعرفش، وهو عايز يتجوز واحده ثانيه. فطبعا معانا فضيله الشيخ وهو اللي هيرد على السؤال. فضلك الله وجزاك الله خير على هذا العمل النبيل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الله. اللهم امين. اللهم امين. طبعا السؤال ده ذو شقين. الشق الأول، عايز تتزوج، من يمنعك من الزواج؟ بس مش واجب عليك. الزواج مش واجب عليك، مباح ليك. عشان يفهمني والمستمع يفهمني مظبوط. الزواج ليس بواجب عليك ان انت تتجوز 2 و3 و4 الا اذا كنت تقدر على العدل وعندك الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية. تقدر على العدل. الزواج ليس واجب ولكن مباح. هل انت تقدر على العدل؟ لو تقدر على العدل وفقك الله وزادك الله علما. والاخت كمان اللي بعد تسال دي تكون مبسوطه لان جت واحده معك تشارككي في حياه زوجك وتعينك. يعني لما يكون عندي محل وشغال فيه نفر زي ما يكون شغال في 2؟ لا طبعا. لو ما يكون عندي محل وشغال في 2 زي ما يكون شغال في 3؟ لا. شغال في 3 زي ما يكون شغال في 4؟ لا. بس اهم حاجه انت امكانياتك ايه؟ مباح لك وليس واجب عليك. واذا كان عندك نيه العدل ما فيش مشكله. ده حتى رب العزه قال فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. يعني حتى لو مش قادر على الواحده الحره تبقى واحده ملك يمين عشان يبقى عليكم نص العقوبه. هو ممكن برضه يا شيخ يتجوز تمام والاخت الثانيه اللي يتجوزها برضه يخلف برضه بنات. وممكن ده انا بقول، انا ببين له السؤال ذي شقين في حاجه واحده. الزواج مباح وليس واجب عليه. نعم. وليس واجب عليه. تعالى بقى نخش للحاجه الثانيه. معها 4 بنات منك ورزقك الله ب4 وحامل، وبتقول لو وجدت بنت هتزوج. يعني الحمل هو اللي هيحدد مصير اما ان تتزوج واما ان لا تتزوج. من الذي يخلق الخلق في بطن الام؟ الله. من الذي يصوركم في الارحام؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله. كلمه كن، لا الكاف تسبق النون ولا النون تتاخر عن الكاف. نعم. كن فيكون. كن فيكون. معك 4 بنات زي الامراه اللي كانت مخلفه بنات وكان زوجها اعتزلها وتزوج واحده وقعد بها في مكان ويعدي عليها هي وبناتها ما يعديش عليها. بس كانت حكيمه في المعامله معه جدا جدا، في يعني معامله حكيمه. فخلته معدي عليها كده هي وبناتها، فكانت باسلوب هادئ رقيق. ما لأبا حمزه لا ياتينا غضبان الا ندي البنين. والله ليس ذلك بعيب فينا. واحنا فينا العيب ايه؟ ان نحن الا كالارض لزارعين ننبت ما يخرج فينا. فرق قلبه ورجع اليه. عملته معامله حلوه. وانا كان ليا صاحب وانا في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصري من القاهره، قال لي ربنا رزقني بزوجه ربنا بعت لي منها 5 اولاد، فنفسي في بنت. فاقنعت زوجتي وكانت طيبه ومتعلمه ومثقفه معها مؤخر عام. قال لي ايه رايك لو اتزوجت واحده ثانيه عشان ربنا يرزقني ببنت؟ قالت له من الذي يضع البنت ومن الذي يضع الولد؟ انه الله. قال لها مش عارف انا قرات في كتاب ايه وفي الجينات ايه بتلتقي مع ايه. المهم يعني زي ما تقول قاعد يدور على حاجات كده، عايز يقنع نفسه انه يتزوج. اجت الثانيه جابت 5 اولاد ثانيين، بقى عنده 10 رجال. وربنا الف بينهم وبين بعض. قال خدت شقتين مقابلين بعض وفتحتهم في بعض. قال والله من حبهم لبعض كان يسافر لنا واحنا في موسم الحج في شركه دله لنقل الحجاج بتاعت الشيخ صالح كامل رحمه الله عليه، وكان يروح هو في موسم الحج واحنا كنا في شركه دله. قال والله ان لو واحده منهم كانت عيت بالانفلونزا الثانيه تقعد تعيط لما ضرتها الطيب من حبهم لبعض. من الذي يملك الامر؟ الذي يملك الامر هو الله. بس حواليه حوار هادي وليس مجادله
وكده زي ايه؟ زي ابا حمزه، زي ام حمزه لما قالت لابي حمزه بل ابي حمزه لياتي، حوار وليست مجادله، لان المجادله وردت في القران في ايات 29 ايه، منها 4 مجادله حسنه. زي ايه؟ زي سيدنا ابراهيم، ولما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل الملائكه. انتوا ما اكلتوش ليه؟ قالوا له لا 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 كذا، ده احنا رسل ربي ورايحين لقوم لوط عشان نجلب بهم البلد. قال ده فيها لوط، قال له ما تخافش، خلي لوط يطلع هو واهله ونجلب البلد بالظلمه اللي هم يفعلون الفاحشه في قوم لوط. ادي واحده. الحاجه الثانيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هنا جمعت المجادله مع المحاوره، تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركم. الحاجه الثالثه في الايه الثالثه من 29 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. والحاجه الرابعه وجادلهم بالتي هي احسن. فيا ريت يكون حوار وليست مجادله، لان الحوار بيكون نتيجته ايجابيه، اما المجادله اغلبيتها بتكون نتيجتها سلبيه. وجزاك الله عنا خير. طيب قبل ما نقفل برضه يا فضيلة الشيخ، يعني الزوج دلوقتي لو يتزوج وهيقدر يعدل بينهم هما الاثنين، الله يعين. طبعا الزوجه هنا ترضى؟ يا الله يعين ترضى. يا ده انت بس ده اجت لك اخت ثانيه تحينك عن الحياه. لان ده طبعا امر الله سبحانه وتعالى وشرع من الله، يعني الكرامه مش تنجح عليها زي ما بنشوف دايما. يعني ده يمكن اللي تيجي ديت ربنا يبعت منها ولد او بنت او ايا كان، تطلع من اسعد السعداء، هي اللي تسعدك وتسعد عيالك في جرتهم كمان. طبعا في نهايه اللقاء بنشكر فضيله الشيخ طه عبد الرؤوف، ومنتظرين اسئلتكم على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.